عندك جهاز قديم مزهقك ومش شغال معاك كويس ومعطلك شغلك، وعايز في نفس الوقت جهاز يكون كويس وامكانياته كويسه وسعره على قد الايد. احنا في اي ستور جبنا لك الحل. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. واحنا في AI Store يا جماعة بنساعد العميل في انه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته ومش بنسيبه حتى لو ضمانه خلص. في الفترة الأخيرة ناس كتير سألونا في الكومنتات على أجهزة تكون اقتصادية وقوية في نفس الوقت، وفي نفس الوقت لو حضرتك عندك مكتب أو محامي أو محاسب أو عايز الجهاز لكاشير او عايز الجهاز حتى لاستخدام البيت وتشغل عليه كل الالعاب الحديثه اللي موجوده دلوقتي. في البدايه كده يا جماعه حابين نشكر كل الناس اللي جربت شغلنا ودخلت كتبت رايها في الكومنتات. ولازم الناس تعرف ان بند من بنود البيع عندنا هنا في AI Store ان حضرتك تاخد الجهاز سواء في شحن او الاستلام من المكان هنا وتجرب الجهاز كويس جدا وتدخل تقول رايك على قناه اليوتيوب وعلى صفحه الفيسبوك بما يرضي الله زي ما لقيت الجهاز. وده بند من بنود البيع عندنا، يعني حضرتك سواء عايز جهاز شحن محافظات او هتيجي تستلم من هنا، حضرتك بتجرب الجهاز يوم واثنين وثلاثة وعشرة وتدخل تدينا رأيك على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. وما تنساش لو اول مرة تشوفنا وعجبك المحتوى تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. في فيديو النهاردة معانا 4 عروض ب4 أجهزة مختلفة. أول جهاز معانا اللي هو HP 6300 باور، ده بيشيل بروسيسور كور i5 من الجيل الثالث 3.2 جيجا هرتز والماكس تيربو بتاعه 3.6. البروسيسور ده كويس جدا ومحترم ويشتغل معانا في كذا مهمة، يعني لو حضرتك عايز الجهاز يبقى متعدد استخدامات يشتغل مع حضرتك مفيش أي مشكلة. كور i5 نقول البداية الأول الموديل بتاعه HP 6300 باور، كور i5 من الجيل الثالث، رامات 8 جيجا DDR3 وهارد 500 HDD وكمان عليه باور سبلاي 320 واط. الباور ده يشيل كارت لغايه 1050 Ti، يعني لو حضرتك عايز الجهاز لاستخدام جيمز في البيت مفيش مشكله هيشتغل معاك، عايزه كاشير، عايزه في مكتب محاماه، في مكتب محاسب، هيشتغل معاك مفيش اي مشكله. نوصف كده الجهاز من جوه. الجهاز من جوه بيبقى فيه 4 بنك رام وفيه 4 سلوت ساتا، يعني نقدر نحط عليه 4 هاردات ونقدر نحط عليه 4 رامات 8 في 4، يعني يدينا لغايه 32 جيجا رام. طيب الحاجه الثانيه عندنا الباور سبلاي بتاعه 320 واط زي ما حضراتكم شايفين. وعندنا الجهاز ما شاء الله حضرتك اول حد يستخدم الاجهزه دي في مصر، يعني احنا ما عندناش اجهزه مستخدمه داخل مصر او تصفيه سايبرات او تصفيه شركات. كل الاجهزه اللي عندنا وده اللي بيميزنا بفضل الله ان حضرتك اول واحد يستخدم الجهاز. الجهاز ده بكام؟ الجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI ب 2500 جنيه حتى نفاذ الكميه. والعرض الثاني اللي معانا النهارده هو جهاز ناس كتير عارفاه وناس كتير استخدمته وشكرت فيه. تاني جهاز اللي هو ديل 9020. طبعا الجهاز ده غني عن التعريف والناس كلها عارفاه ان هو جيل رابع. الجهاز ده ديل 9020 كور i5 من الجيل الرابع، عليه بروسيسور 4570، ده رقم البروسيسور، ده بيبقى 3.2 جيجا هرتز والماكس تيربو بتاعه 3.6، عليه رامات 8 جيجا DDR3 وعليه هارد 500 HDD وعليه باور سبلاي 290 واط. وزي ما حضراتكم متعودين ان الحاله عندنا بفضل الله زيرو. الجهاز بيبقى فيه 4 سلوت رام وفيه برده 4 ساتا، نقدر نحط عليه 4 هاردات وممكن نزود رام مفيش اي مشكله، وممكن نزود هارد SSD عادي جدا مفيش اي مشكله. الجهاز ده بكام؟ الجهاز ده ب 3000 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. ندخل على عرض كمان، انا مش عايز الفيديو يطول على حضراتكم. ده بقى اللي جبناه قبل كده وكان تحفه فنيه وناس كتير ما شاء الله الكميه بتاعته ما قعدتش. ده ديل 5040 عليه بروسيسور كور i5 من الجيل السادس 6500، ده رقم البروسيسور كور i5 من الجيل السادس رقمه 6500 وعليه رامات 8 جيجا DDR3 ازاي؟ على بروسيسور جيل سادس. دي يا جماعه بدايه الفئه بتاعه الجيل السادس بيبقى عليها DDR3. يعني الجهاز ده لو حضرتك دخلت على موقع ديل هتلاقي ان راماته DDR3 مفيش اي مشكله، وفي نفس الوقت شايل بروسيسور كور i5 من الجيل السادس. ده يشتغل معانا كاشير، يشتغل معانا في مكتب محامي. طبعا زي ما حضراتكم متعودين ان الحاله عندنا زيرو، حضرتك اول واحد يستخدم الاجهزه في مصر. احنا بنشدد على الموضوع ده لان في ناس بتشتري اجهزه من سايبرات او من شركات وتنظف وتلمع وتبيع لحضرتك.
احنا بنتعامل مع الناس بما يرضي الله، واحنا ما بنتعاملش مع ناس، احنا بنتعامل مع ربنا. طبعا الجهاز ده فيه 4 سلوت رام، يعني يشيل لغايه رامات 32 جيجا مفيش اي مشكله، وفي 4 ساتا يعني نقدر نوصل عليه 4 هاردات مفيش اي مشكله، وحاجه محترمه جدا من شركه ديل. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 3800 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. ندخل على عرض كمان اللي ناس كتير سألونا واتصلوا بينا عشان العرض ده يتكرر تاني، بنكرره لحضراتكم اهو. الجهاز اللي هو HP 705 G4، HP 705 G4 عليه بروسيسور AMD A10، رقم البروسيسور 9700. الجهاز ده بيشيل رامات لغايه 64 جيجا رام DDR4، بس هو عليه 8 جيجا رام DDR4، وعليه هارد HDD 500 جيجا، والباور سبلاي بتاعه 250 واط، وكمان المفاجاه في مدخل هاردات NVMe. طيب اللي مش عارف مدخل الهاردات NVMe ده، يا جماعه الهاردات NVMe الاحدث في العالم، يعني ده لو باين للكاميرا ده احدث هارد موجود في العالم دلوقتي. الهاردات دي متوفره برده وموجوده ونقدر نضيفها عليه مفيش اي مشكله. طيب الجهاز ده كمان فيه فيجا 512، ده الاساسي بتاعه، بيشغل معانا بابجي وبيشغل معانا بيس 21. الجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 3500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. وفي كل الاجهزه اللي ذكرناها متاح تعديل الامكانيات حسب رغبه العميل، وممكن نزود فيها رامات او هاردات او كارت شاشه، او ممكن نزود كمان هاردات SSD. طيب انا في محافظه تانية وعايز الجهاز شحن لكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك بتحول 200 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده تحت في الوصف، وبتدينا الاسم والعنوان ورقم التليفون، واحنا بنصور لحضرتك الجهاز زي ما اتفقنا في المواصفات او الامكانيات اللي احنا اتفقنا عليها، بنصورها لك فيديو، بنصور لحضرتك حاله الجهاز من جوه ومن بره، وبنبعت لحضرتك الجهاز مع شركه الشحن، وحضرتك بتدفع باقي ثمن المنتج لما بتستلم من مندوب شركه الشحن ان شاء الله. طيب انا في القاهره وعايز اجي استلم الجهاز من المكان، حضرتك احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل امام مسجد الظواهري. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو ضمانك خلص وواجهتك مشكله احنا بنساعدك في حلها. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. AI Store Computer Service.